تعالوا اقول لكم ال20 يورو دي بتجيب ايه. ال20 يورو دي بتجيب شباب زي الفل من مصر في البحر عشان يغرق ويموت عشان يعيش العيشة اللي انت عايشها. ال20 يورو دي بتجيب ناس على ملا وشها لسه مش عايز يتعب ولا عايز يعمل اي حاجة وعايز يجي عشان يبقى زيك بسبب اللي بيشوفه منك. ال20 يورو دي بتجيب بنات عشان عايزة تعيش عيشة حلوة، عشان ناس عايزة تعيش عيشة فل زي اللي انت عايشها. طب ما زي ما بتوريهم ال20 يورو دي بتجيب ايه، وريهم ال20 يورو دي بتيجي ازاي، وريهم ال20 يورو دي بتشتغل عشانها قد ايه عشان تجيبها، وريني التعب اللي بتتعبه على ال20 يورو دي، وريهم الشغل عامل ازاي واصحاب الشغل عاملين ازاي، وريهم السكن عامل ازاي واصحاب السكن عاملين ازاي، وريني المشاكل اللي بتقابلها عشان انت بس مش من لونهم ولا من دينهم ولا من شكلهم. وريهم كل حاجة بجد قبل ما توريهم ال20 يورو دي بتجيب ايه. ال20 يورو دي بتجيب واحد في البحر وحاطط كل احلامه واماله بيبيع اللي هو اللي قدامه عشان يجي فاكر انه يعملها في 3 دقايق. ال20 يورو دي بتجيب ناس تموت. انت فاهم يعني ايه حد يموت بسببك، بسبب كلمة سمعها منك ولا سبب حاجة شافها منك؟ ال20 يورو دي مخليها الناس في مصر مفكرة ان انت بتعملها في 3 دقايق. انت متخيل البني ادم الناس مفكرة ان دي بتجيب تيشيرت وبنطلون وكوتشي وبتلبس احلى طقم بال20 يورو. ال20 يورو دي مخلية ناس كتير مش قادرة تعمل اي حاجة في حياتها ومستنية على امل السفر. ال20 يورو دي بتخرب بيوت، بتيتم اهالي، بتيتم عيال وبتحصر اهالي على عيالهم بسبب كلمتين شافهم منك. زي ما بتقول 20 يورو دي بتجيب ايه، وريله العيشة عاملة ازاي، وريله الدنيا صعبة ازاي، وريله بيعاملوك ازاي، وريله بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتعيش ازاي. كلمة منك ممكن تخلي واحد يركب البحر ويموت ويبقى ذنبه في رقبتك، وكلمة تانية منك مش بقولك اكتب، بقولك وريهم الحقيقة اللي انت عايشها. زي ما بتصور له عند الدومو وعند الحتة اللي بتتفسح فيها، تصور له بتشتغل ازاي وبتعمل ايه في الشغل وبيطلع عين اهلك ازاي وانت شغال عشان تجيب ال20 يورو دي اللي بتجيب بيها الحاجة اللي بتروح تقول له تعالى اوريك ال20 يورو دي بتجيب ايه. ال20 يورو دي بتجيب علبتين سجاير في اوروبا، علبتين سجاير لو حسبتها تلاقي علبة السجاير كده واقعة عليك بكام؟ ال10 يورو بكام؟ ب500 جنيه. يعني علبة سجاير ب500 جنيه، ال20 يورو دي علبتين سجاير. ال20 يورو دي ما تكفيكش اكل يومين. لو انت هتاكل ايه ما تكفيكش اكل يومين. ال20 يورو دي ولا حاجة في اوروبا ولا في المانيا ولا في ايطاليا ولا في اي دولة. فمش مستاهلة تموت نفسك عشان، مش مستاهلة تبيع اللي واكل اللي قدامك عشان ال20 يورو دي. عايز تيجي تعالى صح وشوف بعينك، عجبك الوضع خليك، مش عجبك الوضع ما تجيش، يبقى قدامك الفرصة. لكن لو جيت بحر عشان ال20 يورو دي هتلاقي نفسك متعلق، لا عارف تكمل ولا عارف ترجع، تبقى واقف في النص زي اللي وقعوا على السلالم، ما طلعوا مع الطالعين ونزلوا مع النازلين. عايز تيجي تعالى صح، عايز تحسبها احسبها صح عشان مصلحتك، عشان اهلك، عشان مستقبلك، عشان نفسيتك اللي هتتدمر من الاذى النفسي والجسدي اللي هتشوفه على المركب واللي هيعاملك بمعامله انت ما تتخيلهاش. هو مش اول ما هتركب على المركب هيجي عندك ويقول لك تشيكن ولا بيف يا فندم، ده يقول لك اقعد يا ابن هتسمع شتيمة بأهلك وأمك وأبوك وهتستحمل. ممكن لو كترت معاهم في الكلام يومك في البحر. فال20 يورو دي ما تستاهلش تموت نفسك عشانها، تفكر فيها صح، ولو كلامي غلط ادخل قول لي انت غلطان.